عندِك جبنة قريش، يبقى تيجي أقول لِك إزاي تحوّليها لجبنة رومي. في الأول خالص كده معانا 3 قطع من الجبنة القريش هنقطّعهم لقطع صغيّرة بالشكل ده، بعد كده هنضيف عليهم نُص معلقة صغيّرة من البيكربونات ونُص معلقة صغيّرة من الملح، معلقتين كبار من الزبدة. هناخد بقى الجبنة دي نقلّبها كده على النار لحد ما تبدأ تدوب معانا، وبنفضل نقلّب فيها على نار هادية لحد ما تبقى السوائل كلّها تختفي منها. بعد كده هنضيف تُمن كيلو من الجبنة الرومي القديمة، وهنفضل نقلّب باستمرار لحد ما الجبنة تبدأ تدوب معانا جدًا. هناخد بقى الجبنة دي ونحطها في الكبة نضربها كويس، ومعانا نص كوباية من اللبن هنضيف عليهم معلقتين كبار من النشا، وهنخلط كل المكونات مع بعضها كويس وهنرجعها تاني على البوتاجاز. بس هنضيف كده نقطتين من لون الطعام الصحي الأصفر، وهنفضل نقلب باستمرار لحد ما الجبنة تبقى متماسكة معايا بالشكل ده. وهنا بقى آخر حاجة ضفتها هي شوية من الفلفل الأسود، وبعد كده حطيت الجبنة في طاجن وغطيت عليها كده وحطيت عليها تقل وسبتها لمدة يومين كاملين في التلاجة. ما شاء الله سهلة وجميلة، يلا قدموها بألف هنا